الله سبحانه وتعالى في القرآن وعدهم بالأجر وبالمغفرة، فقال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب السؤال هو: كيف نصبح من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما؟ الموضوع جدا سهل، أنا بعطيك خطوتين هي مفتاح كثرة ذكر الله، وأن يعتاد لسانك على ذكر الله، بحيث أنك كل ما تفرغت كل ما اتجهت لذكر الله لا إراديا. الشيء الأول: أذكار الصباح والمساء، تكون بالنسبة لك حاجة أولوية ولازم تقولها، ما مستحيل يومك يكمل إذا ما قلتها، حتى لو فاتتك تعوض وقت ما تتذكرها تقولها. لنفرض أن أذكار الصباح ما قلتها بعد صلاة الفجر، فتذكرتها الظهر، قولها الظهر. حتى إذا صليت العصر أبدأ أقول أذكار المساء، لا تقول فاتتني، لا قولها وألزم نفسك بهذا الورد اليومي من الأذكار. الأمر الآخر: أذكار الانتهاء من الصلاة، حاول تحافظ عليها محافظة واجعلها مربوطة بصلاتك، ولا تقوم من جلستك هذه حتى تقول أذكار الانتهاء من الصلاة. أصبحت في 7 مواضع من يومك تذكر الله عز وجل مضمونة، وهذه من أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى.